اكثر مشكله اللي تواجه فيها الجيمر هو الدرفتنج في الكنترولر. وفرنا لكم انالوج، هذه الانالوج كلش مختلف. شلون يعني؟ بدل ما تصلح الدرفتنج كل شهرين 3 4 يبنوا لك هول افكت جويكون مثل ما تشوفون لونه برتقالي، هذا يكون شكله، هذه هو الاصلي شكل القديم. شنو اللي يفرق بينهم؟ اللي يفرق بينهم ان هذه في كربون باد، هذه ماجنتيك. الماجنتيك ما يخترب ولا يسبب لك الدرفتنج حق مدى البعيد. وميزه الهول افكت بين العادي، ريسبونس تايم عندك اسرع، يعني في وقت اللعب الريسبونس اسرع من العادي مراحل. وثاني شغله في الهول افكت عندك زيرو ديد زون، يعني وقت اللي تلعب في كل ثانيه في كل زاويه اللي انت تفر فيها تكون شغاله وادق من العاديه. في البطاريه اذا كان يستهلك البطاريه خلينا نقول من 100 ل 0 في ساعتين، وقت اللي تركب الهول افكت مده البطاريه تملك اكثر. وموضوعنا مو بس في التصليح، موضوعنا هو الاهم، الوقت. تخيل تجيب جهازك تركب لك الانالوج خلال 20 دقيقة، بس تنتظر هنا في المجمع تستلم جهازك خلال 20 دقيقة ل 30 دقيقة. هاي اتحدى فيها كل محلات البحرين ما راح يسوون لك هذه الخدمة خلال 20 دقيقة. واذا حاب تصلح جهازك كله عليك تجيبه ورشتنا التصليح، راح يكون على العادي 3 دينار ونص، والهول افكت راح يكون ب 6 دينار.